السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل لقمة القاضي أو اللقيمات أو الزلابية مقرمشة وطعمها حلو قوي، مقرمشة من بره وملحمة كمان من جوه. مقاديرها في كل بيت. تعالى أقولك مقاديرها ايه. معايا كوبايتين دقيق ورشة ملح، معلقة خميرة صغيرة مليانة، معلقة سكر صغيرة، ومعايا معلقة نشا كبيرة هرمية مليانة، ومعلقة لبن بودر ده اختياري ممكن ما تحطهوش، وكيس فانيليا، واتنين معلقة زيت كبيرة، وكوباية وربع مية دافية على حسب نوع الدقيق هياخد قد ايه معاكي مية. بس انا معايا كوباية وربع اللي هبتدي اشتغل بيها. هجيب بولة او طبق اي حاجة هتبتدي تعجني فيه، هحط الملح على الدقيق وهقلبه كويس جدا، وهبتدي انزل بيه في الطبق. وبعد كده هنزل عليهم كمان بمعلقة النشا الحرامية الكبيرة، وبعدين لبن البودر. لو عايزة تحطيه حطيه، مش عايزة تحطيه براحتك، ما تحطهوش ده اختياري، ممكن ما تحطهوش والعجينة برضو هتنجح معاكي. وهحط كل المقادير اللي انا قلتلك عليها، طبعا بالمعلقة الصغيرة، هي اللي معلقة كبيرة اللي هي معلقة النشا بتكون كبيرة، وكمان معلقة اللبن البودر. كمان المية معايا كوباية وربع مية دافية، تحطيش لا سخنة علشان ما تموتش الخميرة معايا ولا ساقعة. هقلب كويس كل المكونات مع بعض، وهبتدي انزل بالمية شوية شوية علشان ما تعجنش معايا او تسيل مني او تبوظ مني. الكوباية وربع دول انا مش هزود عليهم حاجة، انتي على حسب كل نوع دقيق بياخد قد ايه كمية المية. انا نزلت بالكوباية وربع مية كويسين جدا على كوبايتين دقيق. ابتدي اقلبهم كويس جدا، وخدي بالك انا ما حطيتش معلقتين الزيت الكبار دلوقتي غير لما اقلبهم كويس جدا حوالي 10 دقايق، وانا عماله الت فيهم كده واضربهم كويس. ولما احس ان هم خلاص اتضربوا ال10 دقايق، بقولك 10 دقايق وانتي بتلتي فيها كده، هبتدي انزل بمعلقتين الزيت الكبار، ما كتريش عن كده. العجينه هتطلع معاكي كويسه وحلوه قوي، واحلى عوامه او زلابيه او لقمه القاضي هتاكليها. وزي ما انت شايفة انا عمالة اضرب فيها لما بصراحة طلعت عينيها. هما ال10 دقايق تفضلي تضربي، معلش ايدك هتوجعك شوية بس مش قوي، لكن ال10 دقايق شوية يعني مش كتير. ضربتها كويس جدا، وبعد كده هنزل بمعلقتين الزيت الكبار بحطهم في الاخر برضو، وهقعد اقلبهم برضو شوية كده برضو حلوين لغاية لما اضمن ان الزيت كله اختفى ودخل جوه العجين. وبعد كده هسيبها بقى تختمر حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع ساعة، على حسب انتي حطاها فين. في مكان دافي. انا غطيتها كويس جدا ودفيت الميكروويف وقفلته ودخلتها جوه، وقعدت حوالي معايا ساعة الا ربع. انتوا عارفين ان لازم هقعد اضرب فيها كده شوية واقعد الت فيها كتير، لازم تكون معايا العجينة مطاطية. واول ما تكون العجينة معايا مطاطية هسيبها تختمر زي ما قلتلك في مكان دافي. حطيها في الفرن وهو مطفي، بس تغطيها كويس عشان الجو ساقع، فالتخمير بيقعد شوية يعني حلوين. فخلاص العجينة كده ظبطت معايا وابتدت مطاطية، فانا هسيبها تختمر. وقلتلك قعدت معايا ساعة الا ربع. على فكرة متخافيش من عمال القايمات او العوامة او لقمة القاضي، طالما مقاديرها مظبوطة معاكي هتطلع معاكي كويسة. مش مهم بقى تطلع اشكال فضائية مش اشكال فضائية، اهم حاجة العجينة كويسة واختمرت كويس، هتتقلي معاكي زي ما تطلع اشكالها، مش مهم جسفي واعمليها. ولكن من جوه بتكون ملحمة، بره كمان مقرمشة. زي ما انتوا شايفين انا ما خرجتش منها الهواء قوي، يعني من فوق الوش كده وبالراحة، يعني مش تقليب كده. وفي كمان مش بيخرجوا منها الهواء وبيقلوها على طول، وفي بيقلبوها جامد. انا بقلبها على الهادي اخرج منها الهواء بالراحة. وكمان جبت طبق علشان هبتدي احط فيه المعلقة المعيارية او معلقة عادية بتاعت الشاي. حطيها في ازازة، حطيها في القمع بتاعها، اي حاجة اقلبيها هتشتغل معاكي شغال، تطلع اشكالها زي ما تطلع مفيش مشكلة. الطاسة على النار، وطبعا الزيت ابتدى يغلي معايا، وطبعا كان النار عالية وهديت عليها في نار وسط، وهبتدي اقلي الزلابية بتاعتي. بحط في الزيت وابتدي احط في العجين واحط على طول. واهم حاجة كمان في الزلابية ان انتي تقلبيها كويس. انا هقليها هنا على مرحلتين، لو مش عايزة تقليها على مرتين توطي العين وتفضلي تقلبي فيها. اهم حاجة التقليب المستمر هتديكي اللون الذهبي بتاعك. بس انا اضمن لي ان انا قليتها الاول فاتحة، وبعد الفطار قليتها فغمقت معايا وطلعت لي اللون الذهبي اللي انا عايزاه الحلو قوي، المقرمش من بره وطرية كمان من جوه. هبتدي زي ما قلت لك اللون ده كده كويس، هبتدي اشيلها وابتدي اعمل بقى الزلابية بتاعتي كلها. اهم حاجه قلتلك هتاخد لون فاتح بس شويه على النار، يعني اوعي تشيليها بيضه كده عشان ما تشيليهاش نيه.
وبعد كده هبتدي احطها مرحلة تانية، وهفضل استمر في التقليب بتاعها على نار متوسطة. ما تحطش نار عالية علشان ما تتحرقش منك وتسود خالص. وخدي بالك معلقة اللبن البودر هنا معايا بتدي لون ذهبي، يعني بتخليها لما اجي احمرها في المرحلة التانية هوريكي لونها حلو قوي. واللون اللي انا عايزاه بصراحة بيكون ذهبي. وعايزاها فاتحة براحتك، عايزاها زي ما هي اول مرحلة برضو براحتك. تفضلي تستمري في التقليب بتاعها، مش لازم على مرحلتين، بس النار تكون معاكي هادية خالص. وتفضل الزلابية لغاية لما هتقرمش معاكي. بعد كده تشيليها وتحطيها على مصفى، وبعد كده تحطي بقى الصوصات او العسل اللي انت عايزاه. بس لازم تكونوا عارفين ان العسل بيكون تقيل وبارد. تقيل وبارد يعني 2 سكر و1 ميه. الحلويات الشرقية كلها بيكون العسل بتاعها تقيل عشان تفضل زي ما هي مقرمشة. زي ما انتوا شايفين ايدي ما بتتشالش من على النار خالص، والنار متوسطة، يعني لا واطية قوي ولا عالية قوي عشان ما تحرقش معايا الزلابية. وهوصل للون اللي انا عايزاه، وبعد كده هشيلها. اللون ده حلو قوي، وزي ما قلتلك هي مقرمشة من بره وطرية وملحمة كمان من جوه، علشان انا ما خرجتش منها الهوا. وزي ما قلتلك في ناس بيخرجوا الهوا جامد وفي ناس مش بيخرجوه خالص، على حسب كل واحد. خرجيه بس على الهادي وما تقعديش تلتي فيه بعد التخمير، وهتطلع معاكي حلوة قوي. زي ما قلتلك هتكون كمان ملحمة من جوه مش فاضية. جربي الطريقة دي، المقادير دي مظبوطة. وقلتلك معلقة اللبن البودر دي اختياري، مش عايزاها ما تحطيهاش. انا بس خلت معايا اللون زي ما انتوا شايفين غامق شوية، بتدي لون غامق شوية. زي ما انتوا شايفين ملحمة عاملة ازاي، ومقرمشة من بره وطرية وجوسي قوي من جوه. حطي العسل، حطي سكر بودرة، حطي شوكولاتة، حطي الصوصات اللي هو الفراولة، صوص الكراميل، اي صوصات عندك حطيها، او تعملي بالعسل او بالسكر البودرة. بوريكي قد ايه هي ناشفه، وزي ما وريتك قد ايه هي من جوه مليانه وملحمه ومش فاضيه. وبصراحه مقاديرها دي مظبوطه. انا هشكل هنا الاطباق معايا. اول طبق هحط العسل، والتاني هحط سكر بودر، والتاني هحط صوص الشوكولاته، والتاني صوص الفراوله. عايزه تحطي اي صوصات حطي عندك، او كملي بالسكر البودر او بالعسل التقيل البارد. خلصت معايا احلى زلابية، احلى لقيمات، احلى عوامة هتاكليها. وبعد الفطار بتاكليها سخنة وحلوة قوي. مش لازم تحمريها كلها مرة واحدة، حمري اول مرحلة الاول، وبعد الفطار اعملي المرحلة التانية وهتاكليها سخنة. وكل سنة وانتوا طيبين. واللي اول مرة يشوف القناة يدوس لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس، وتستنوني فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.